السلام عليكم يا أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. قصتنا اليوم من عالم القصص للأطفال، وين نحكي على مواقف واقعية من حياة الصحابة الكرام، تعلموا منهم قيم الخير والكرم وحب الجنة. القصة اليوم عن أبو الدحداح ونخلة في الجنة. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء رجل فقير يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، عندي جدار قريب يطيح، والنخلة تاع جاري دخلة في جدارنا، حب نكمل الحيط باش نحمي أولادي، لكن جاري رافض يعطيني النخلة. قرر النبي باش يساعد هذا الرجل الفقير، وراح للجار وقال له: أعطيها له هذه النخلة وربي يرزقك بها نخلة في الجنة. هذاك الجار رفض، قال له: لا لا يا رسول الله، هذه النخلة أنا نحبها، فيها بزاف التمر. كانوا قاعدين الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد فيهم اسمه أبو الدحداح الأنصاري، سمع الحديث وقال للرسول: يا رسول الله، إذا شريت أنا هذه النخلة وعطيتها للراجل نربح نفس الأجر؟ قال له الرسول: نعم. راح أبو الدحداح للجار وقال له: تعرف البستان تاعي؟ قال له: يا أبا الدحداح، شكون اللي ما يعرفش البستان تاعك؟ البستان تاعك أجمل بستان في المدينة، فيه 600 نخلة مثمرة، وفيه بئر وفيه الماء. قال له: هذاك البستان كامل نعطيه لك، واعطيني هذه النخلة. الراجل فرح، قال له: خلاص، تمت الصفقة. دار أبو الدحداح عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أني شريت النخلة وأعطيتها للفقير. تعرفوا وش قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: كم من غدق مدلى لأبي الدحداح في الجنة، يعني ربي راه عطالك نخلات بزاف في الجنة وفيها خير كبير. من بعد أبو الدحداح راح للزوجة تاعو وقال لها: البستان تاعي راني بعته باش نشري نخل في الجنة. فرحت الزوجة وقالت له: رابح البيع يا أبا الدحداح، رابح البيع. شفتوا يا أطفال الناس كيفاش كانوا يحبوا الخير وتفكر في الجنة أكثر من الدنيا. وهكذا كانت قصة أبي الدحداح، رجل فهم المعنى الحقيقي للكرم وبدل بستان كبير بنخلة، بصح ربي عوضه في الجنة وعطاه نخيل كثير. كونوا دائما طيبين يا أطفال، وعاونوا غيركم، ونسعوا دائما لرضا الله فقط. إلى اللقاء، ونلتقي في قصة جديدة من عالم القصص للأطفال.